بنشوف ناس في حياتنا كتير مستخبيين ورا ستار الدين، عاملين فيها شيوخ ويقعدوا يقولوا قال الله وقال الرسول، وهم ولا شيوخ ولا حاجة. من الآخر يعني هم مش شغالين ممثلين، بس بيعرفوا يمثلوا كويس. في 2011 بقى في محافظة الجيزة وتحديدا في منطقة الهرم، الشيخ أحمد عامر كان عنده شقة بسيطة كده في منطقة الهرم، والشقة دي كان فاتحها كده لتعليم الدين. كان أول ما تدخل الشقة عنده هتلاقي مكتبة كبيرة مليانة في كتب الدين والفقه. والشيخ أحمد عامر كان سبب في هداية شباب كتير، وأي حد كان عايز يشوف مشورة دينية يعني أو عنده سؤال محيره ديني يروح للشيخ أحمد عامر يسأله له وهو يجاوبه على طول. بس الشيخ أحمد عامر كان متقاعد لأنه كان عنده ضمور في عضلات الرجلين والإيدين، فكان دايما قاعد على كرسي متحرك، أهله هم اللي بيحركوه وبيشوفوا كل أموره وكل حاجة بيحتاجها يعني. والشيخ اتجوز واحدة اسمها منى أكبر منه ب11 سنة، وهي اللي طلبت إن هي تتجوزه عشان تساعده في مرضه، تساعده في الحركة بتاعت مرضه يعني، إن هي تحركه وتعمله اللي هو عايزه عشان تاخد صواب. دي حاجة، وحاجة تانية علشان تتعلم القرآن الكريم على إيده. مراته منى بقى من أول ما اتجوزه وبان عليها إن هي ست كويسة جدا، كانت بتساعده في كل أمور حياته وتساعده في حركته، فهو حبها جدا. ومش هو بس، هو وكل أهله من أول ما اتجوز الشيخ أحمد منى وكانوا بيعاملوا منى أكنها واحدة منهم. وباب شقة الشيخ أحمد كان دايما مفتوح لكل الناس، ومش بقول دايما مفتوح انه تعبير مجازي يعني اي حد يخبط عليه يفتح له، لا، ده هو بالفعل باب شقته كان دايما مفتوح. كان بيرفض خالص ان باب شقته يتقفل علشان ما يتعبش مراته، لان معظم اليوم ناس موجوده عنده في الشقه، سواء بقى بياخدوا منه نصيحه دينيه بيتعلموا منه قران، فعشان ما يتعبش مراته في ان كل شويه باب الشقه تقوم تشوف مين بيخبط على الباب يعني، فدايما كان سايب باب شقته مفتوح. في يوم بقى الشيخ أحمد اتصل بإخواته البنات، واليوم ده كان يوم تلات، وقال لهم خدوا ال800 جنيه دول وهاتوا له هدية دهب لمراتي منى. وهم اشتروا الهدية الدهب بس جابوها له يوم الخميس. فيوم الخميس نادى لمراته منى وادالها الهدية الدهب دي يعني، وهي طبعا شكرته عليها، بس اداها لها قدام كل اللي كانوا موجودين. والشيخ أحمد بقى كان من عادته يوم الجمعة إن بعد الصلاة كان باب شقته بقى دايما بيبقى مفتوح، فبعد صلاة يوم الجمعة الناس كلها بتروح عنده بعد الصلاة علشان بقى يسمعوا منه خطاب ديني يعني، يقول لهم خطبة دينية، واللي عنده سؤال يسأله له وهو يجاوب عليه. الناس الجيران وأهل المنطقة عنده كانوا متعودين منه كده دايما كل يوم جمعة. فتحديدا بقى في جمعة الغضب، اللي هي الجمعة اللي سميت بجمعة الغضب لأن الأحداث اللي بنتكلم فيها في 2011 يعني في ثورة يناير، في الجمعة دي بقى اللي هي تاني يوم ما جاب لمراته الهدية الدهب، الناس طلعت من الصلاة علشان تروح للشيخ أحمد، لقوا باب شقة الشيخ أحمد مقفول، ودي حاجة الشيخ أحمد عمره ما عملها. فقعدوا يخبطوا كتير وينادوا عليه وينادوا على مراته منى، بس محدش بيرد. فالجيران اللي كانوا واقفين يعني وكانوا رايحين للشيخ أحمد وأهل المنطقة فكروا إن هم يدخلوا ولد صغير من الشباك بتاع شقة الشيخ أحمد عشان يفتح لهم باب الشقة عشان يطمنوا على الشيخ أحمد ومراته. وفعلا الجيران دخلوا ولد صغير من الشباك، بس الولد الصغير أول ما نط من الشباك جوه الشقة سمعوا صراخ الولد الصغير وهو عمال يصرخ بصوت عالي، وبسرعة راح فتح لهم باب الشقة عشان الجيران وكل الناس اللي واقفة تتفاجئ إن الشيخ أحمد موجود على الكرسي وملزوق على بقه لزق طبي، وكمان إيديه ورجليه متكتفين باللزق الطبي، وتقريبا كده ميت. فالكل بسرعة يدخل يدور في الشقة على مراته منى. فأول ما فتحوا باب الأوضة علشان يشوفوا مراته منى لقوها على السرير بس من غير ملابس خالص، وكمان بقها ملزوق بلزق طبي وإيديها متكتفة باللزق الطبي وغرقانة في دمها لأن لقوها مذبوحة. وطبعا الناس اتصلت بالشرطة والشرطة جت وجي معاهم فريق من البحث الجنائي علشان فريق البحث الجنائي يواجه صعوبة جدا في رفع البصمات، لأن الشقة مليانة بصمات غريبة لناس كتير، لأن طبعا زي ما قلت لكم في الأول الشيخ أحمد كان دايما فاتح بابه لأي حد يدخل شقته ويسأله أو عايز يعرف حاجة دينية، فباب شقته دايما مفتوح والناس كلها بصماتها موجودة في قلب الشقة بتاعته. فبكده الشرطة مش هتعرف توصل لحاجة من خلال البصمات. وطبعا تم تحويل الجثتين للطب الشرعي. وطبعا بسؤال أهل الشيخ أحمد
كل أهل الشيخ أحمد قالوا إن الشيخ أحمد كان كويس جدا وطيب جدا، والناس كلها بتحبه وبتحب مراته، وما كانش بينه وبين أي حد ولا هو ولا مراته عداوة نهائي عشان حد يعمل فيه كده. وطبعا ما اتهموش حد خالص بقتل الشيخ أحمد ومراته. وعشان بقى يطلع تقرير الطب الشرعي ويقول إن الشيخ أحمد واخد كمية كبيرة جدا من المنوم قبل قتله، بس سبب قتله مش كمية المنوم دي، سبب قتله إنه ميت مخنوق. أما مراته بقى فهي مضروبة على دماغها كتير، وبعد كده تم الاعتداء عليها أكتر من مرة، وبعد كده تم ذبحها، وإن ودانها الشمال كانت متعورة، والسبب إن أكيد حد شد الحلق اللي كان في ودانها. فيرجع تاني فريق البحث الجنائي ويدور في شقة الشيخ أحمد تاني اللي هي مكان الجريمة على حبوب منومة مثلا، يمكن الشيخ أحمد كان أصلا بياخد حبوب منومة، بس ما يلاقوش أي أثر لأي حبوب منومة. طب اللزق الطبي اللي كان ملزوق بيه ومتكتف بيه الشيخ أحمد وبرضه مراته، ما يلاقوش أي أثر للزق الطبي، ولا حتى الأداة اللي استخدمت في ذبح مراته يعني برضه مش موجودة. فبدأوا بقى يعملوا تحري عن كل الصيدليات اللي موجودة بالقرب من بيت الشيخ أحمد، ويسألوا كل الصيدليات دي، ويفرزوا كمان كل المكالمات اللي موجودة على موبايل الشيخ أحمد يوم الخميس ويوم الجمعة الصبح، علشان يحققوا مع كل الناس دي، يلاقوا الناس كلها كلامها طبيعي وكويس، وكل واحد أثبت فعلا هو وقت الحادثة دي كان موجود فين، ما عدا واحد بس كلامه برضو كان كويس وطبيعي، بس نظراته كده ما كانتش طبيعية يعني، وما كانتش مريحة ضابط الشرطة اللي بيحقق معاه. والشخص ده اسمه الشيخ محمد فتح الله الحسيني. فيعملوا تحريات عن الشيخ محمد فتح الله الحسيني، ويسألوا كل الجيران وكل الناس اللي تعرفه في المنطقة يعني، عشان يعرفوا ان هو شخص كويس جدا ومحترم وملوش اي عداوة برضه مع اي حد، وانه كمان بيعلم الناس برضه في امور دينهم، وهو اصلا تلميذ للشيخ احمد، ده حافظ 8 اجزاء من القرآن الكريم على ايد الشيخ احمد. والشيخ محمد فتح الله الحسيني برضو قال ان هو وقت الواقعة يعني او وقت الجريمة دي ما حصلت كان موجود بيشارك في جمعة الغضب في ميدان التحرير. بس بعد 12 يوم من ارتكاب الجريمة أو الواقعة دي يعني، يوصل معلومة لفريق البحث الجنائي إن في صيدلية بالقرب من بيت الشيخ أحمد صاحبها اسمه الدكتور مينا. الدكتور مينا قال إن في شيخ جه اشترى مني يوم الجمعة الصبح 2 لزق طبي عريض، وكمان اشترى مني شرايط حبوب منوم يعني، وقال لي إن أنا عايزها لأخويا لأن أخويا مدمن وبنعالجه من الإدمان يعني، وهو عايز يصرخ ومش راضي يهدى، واحنا عايزين نديله منوم عشان نهديه ونربطه يعني عشان ما يحاولش يتحرك ويهرب يعني، عشان نعالجه من الإدمان ده. فطبعا الدكتور الصيدلي صدقه واداله اللزق الطبي واداله كمان المنوم. فطبعا الشرطة جابت صورة الشيخ محمد فتح الله ووروها للدكتور مينا، عشان الدكتور مينا يقول أيوه هو ده الشخص اللي اشترى مني اللزق الطبي والمنوم كمان. فتبدأ الشرطة تستدعي الشيخ محمد فتح الله تاني وتتكلم معاه وتواجهه بالحاجات دي يعني، فينكر خالص ويقول إن هو لأ ولا اشترى ولا حاجة ولا راح الصيدلية، يمكن شبه يعني. بس الشرطة في الوقت ده اتحفظت على الشيخ محمد فتح الله الحسيني. فرجال البحث الجنائي طلبوا تتبع جغرافي لموبايل الشيخ محمد فتح الله يوم الجمعة، عشان يكتشفوا من خلال التتبع الجغرافي لموبايله ان يوم الجمعة كان موجود في منطقة الهرم، يعني ما كانش في ميدان التحرير زي ما بيقول ولا حاجة. وكمان الشرطة تعمل بحث مكثف عن الشيخ محمد فتح الله، عشان يكتشف ان هو عليه 14 قضية تعاطي مخدرات قبل كده، علشان يواجهوا محمد فتح الله بالمعلومات الجديدة اللي وصلوها. فمحمد يبدأ يعترف ويقول ايوه انا اللي عملت كده، ويبدأ بقى يحكي ويقول التفاصيل اللي هقولها لكم دلوقتي. يقول ايه بقى الشيخ محمد فتح الله الحسيني؟ يقول ان هو لما عرف ان الشيخ احمد اتجوز يعني مراته منى دي، فهو فكر ان منى دي برضه متجوزاه مصلحه، لانه كان فاكر طبعا الناس كلها زباله زيه يعني، فاكر ان هي متجوزاه مصلحه يعني، عايزه حاجه من وراه يعني، مش عشان تاخد ثواب ولا حاجه ولا علشان تتعلم القران الكريم. فقال انه يحاول معاها يعني انه يجرها للغلط يعني او يعمل معاها حاجه غلط، بس لقى ان منى صدته وان هي فعلا بني ادمه كويسه ومحترمه. فطبعا كان شايف دهب في ايد منى. كان الشيخ محمد فتح الله الحسيني موجود وشايف الشيخ احمد وهو بيدي لمراته الهديه، فطمع في الدهب اللي مع منى، فقرر ان هو لازم ياخد الدهب ده باي طريقه. فجه للشيخ احمد الصبح، لانه عارف ان الصبح ما بيبقاش حد عنده الصبح يوم الجمعه يعني، الناس بتبقى عنده بعد صلاه الجمعه.
فجاله الصبح وطلب من الشيخ أحمد إنه يدخل المطبخ علشان يعمل مشروب لنفسه هو والشيخ أحمد. والشيخ أحمد طبعا واقف لأن ده تلميذه يعني وبيحفظه القرآن الكريم ودايما بيزوره وصاحبه. ومحمد فتح الله ده عنده 36 سنة. علشان لما يدخل المطبخ يعمل المشروب للشيخ أحمد يحط فيه كمية منوم كبيرة جدا ويديها للشيخ أحمد ويعمل لنفسه برضه مشروب. وبعد شوية والشيخ أحمد بيشرب المشروب بتاعه يعني يستأذن منه إنه يروح الحمام، فالشيخ أحمد يسمح له فيدخل الحمام وياخد بقى جرعة هيروين لأنه أصلا كان مدمن هيروين. فأول ما خد جرعة الهيروين دي خرج من الحمام، بص للشيخ أحمد لقاه لسه فايق وطبيعي مع إن المشروب بتاعه خلص، لسه مفيش أي آثار المنوم اشتغلت عليه يعني. فقرر إن هو هيخلص منه دلوقتي ومش هيستنى إن الحبوب تعمل مفعول يعني. وفعلا راح لزق بق الشيخ أحمد ولزق إيده ورجله، مع إنه عارف إن الشيخ أحمد متقاعد يعني ما بيقدرش يتحرك ومش هيقدر اصلا يقاومه، بس برضه لزق ايده ورجله باللزق الطبي. وبعد كده موته عن طريق ان هو خنقه. وطبعا في الوقت ده مراته منى قاعده في الاوضه وقافله عليها على ما الضيوف او الشخص اللي موجود عند الشيخ احمد يمشي وبعدين تبقى تخرج. علشان ومحمد فتح الله بيخنق جوزها احمد سمعت صوت صراخ كده مكتوم يعني، فتسأل وتقول للشيخ أحمد في إيه؟ يرد بقى الشيخ محمد يقول لها مفيش حاجة، ده الشيخ أحمد بيكلم حد وبيرد عليه على النت بس مفيش حاجة. ويقول لها كمان إن هو خلاص هيدخل الشيخ أحمد أوضة النوم بتاعته لأن الشيخ أحمد تعبان وهيبقى يجيله بعد الصلاة. فهي تقول له ماشي. وفي الوقت ده كان هو مموت الشيخ أحمد وخلص منه يعني، بس يفتح باب الشقة ويقفله يعني تمويه يعني أكنه خرج خلاص من الشقة. فمنى طبعا تفتح اوضتها وتطلع عشان تطمن على جوزها احمد، عشان تتفاجئ بان اللي قدامها الشيخ محمد فتح الله الحسيني وفي ايده سكينه، ويبدا يهددها بالسكينه اللي معاه ويضربها كذا ضربه على دماغها وهي حاولت تصرخ فهو كتم بقها. وبعد كده حط على بقها اللزق الطبي وكتف ايديها باللزق الطبي برضه وخدها لاوضه النوم وتعدى عليها اكتر من مره. وبعد كده ذبحها. وبعد ما ذبحها قلعها الدهب اللي كانت لابساه وشد الحلق اللي برضو اللي كانت لابساه وشدته الحلق ده هو اللي خلى فيه إصابة في ودنها الشمال. وكمان خد اللزق الطبي اللي كان شاريه وخد شرايط الحبوب المنوم اللي شاريها وخد السكينة كمان اللي ارتكب بها الجريمة دي ولفهم كلهم في كيس كده في شنطة يعني. وبعدين راح على الحمام غسل مكان الدم ومكان آثار الدم ونزل وراح اللي مش عارفه اقول عليه ايه يعني المفتري الظالم راح يصلي صلاه الجمعه في وسط الناس. وبعد ما صلى صلاه الجمعه في وسط الناس راح ميدان التحرير عشان يشارك في جمعه الغضب، بس ما قعدش كتير يعني. وبعدها سافر على محافظه دمياط علشان خاطر يبيع الذهب هناك، وفعلا باع الذهب واشترى به هيروين. وسبب اصلا تعرف الشيخ محمد فتح الله على الشيخ احمد عامر ان الشيخ محمد فتح الله حب ينضم يعني لتيار ديني في 2011 لما كانت معظم الناس في مصر يعني بتنضم لتيارات دينية وقتها. فالتيار الديني اللي انضم له ده كان نفس التيار الديني بتاع الشيخ أحمد عامر، فتعرف عليه وقال لي يتعلم منه يعني يحفظ القرآن الكريم ويتهدى على ايده. بس ده شيطان هيتهدى ازاي يعني. وطبعا جيران الشيخ محمد فتح الله الحسيني اللي خسرنا نقول عليه شيخ طبعا يعني لانه ما تليقش عليه ولا تنفع عليه خالص. علشان كده بقول لكم ان مش كل اللي ربى دقنه يعني وقال قال الله وقال الرسول فهو خلاص بقى ملتزم ديني يعني وشيخ. لازم نخلي بالنا لان زي ما قلت في الاول في ناس كتير مش شغالين ممثلين بس بيعرفوا يمثلوا كويس احسن من الممثلين كمان اللي بنشوفهم في التلفزيون. المهم نرجع لموضوعنا. لما جرينا الشيخ محمد فتح الله الحسيني سمعوا بموضوع انه قتل الشيخ احمد هو ومراته وعمل كده، الناس ما كانتش مصدقه ومستغربين. ده الشيخ محمد الحسيني كان بيقعد مع الناس ويقعد يديهم نصايح دينيه وايه اللي يعملوه صح وايه اللي يعملوه غلط وايه اللي يدخلهم الجنه وايه اللي يدخلهم النار، وهو اصلا في الاساس راجل مش كويس وكمان مدمن هيروين. فنقول ايه يعني حسبي الله ونعم الوكيل، والله يرحم الشيخ احمد ومراته منى طبعا. وتم الحكم على الشيخ محمد فتح الله الحسيني بالاعدام. وطبعا ما تنسوش تقولوا لنا رايكم في القصه في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناه كلام موزون.